السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض فراخ وبطاطس في الكيس الحراري في الفرن. معانا فرخة وزنها 2 كيلو متبلينها بمعلقة توم باودر وبصل باودر ومعلقة صلصة ومعلقتين خل وعصير ليمونتين ومعلقة صغيرة ملح، وغلفت بهم الفرخة وسبتها في التلاجة حوالي ساعتين. ودلوقتي هنقفل الأكلة مع بعض. طبعا معايا بطاطس مقطعة طرنشات وكنت ضايفة عليها مية علشان ما تسودش معايا، ومعايا فلفل متقطع طرنشات وبصل متقطع طرنشات وطماطم متقطعة طرنشات ومعلقة صغيرة ملح ونص معلقة فلفل اسود ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة وربع معلقة شطة ممكن تستغني عنها وتوم مفروم ومعلقة زبدة ومعلقة زيت. ما تزوديش الدهون علشان الفراخ هتنزل معاكي دهون على البطاطس، علشان البطاطس ما تكونش دسمة معاكي. خلاص كده قلنا المكونات، هندخل على تكفير الوصفة. طبعا كلنا عارفين ان البطاطس بتحب التوم. اي مكون في المكونات اللي احنا قلنا عليها في الوصفة مش بتحبيها شيليها والوصفة هتمشي عادي وهتكون معاكي احسن 100 مرة. زي ما انتوا شايفين كل حاجة متقطعة كبير وتخينة علشان هتاخد سوى الفراخ لسه نية علشان تستحمل الحرارة وما يتهريش منك الخضار. هنحاول نفكك البصل مع بعضه كده، وهنقلب البصل والفلفل والطماطم على البطاطس. زي ما انت شايفة كل المكونات كلها نية في ني، ضفناها كلها على بعضها كده علشان كله يتغلف وياخد من الملح والتوابل. ضفت معلقة الزبدة ومعلقة الزيت على الخضار، مش مستاهل اني اقلبهم، هما كلهم هيسخنوا في الفرن وكله، والزبدة هتغلف الخضار. ممكن تضيفي زبدة بدون زيت، ان احنا بنخاف على الزبدة لما نحطها على النار بتتحرق فبنضيف لها زيت، لكن في وسط الخضار مفيش اي مشكلة. ممكن تضيفي معلقة سمنة، بس اي مادة دهنية انت بتستعمليها. معايا هنا كيس حجمه كبير لان انا معايا كمية خضار وفيرة، ومعايا كمان فرخة حجمها كبير. شكل الخضار اصلا يفتح النفس وهو لسه ني. الوصفة دي جميلة جدا يا جماعة. الفراخ بتشرب، البطاطس بتشرب من الفراخ، والفراخ علشان مفيش مية ولا بتتسلق في مية ولا حاجة فبيبقى طعمها تحفة. ان شاء الله جربوها هتعجبكم بإذن الله. حاولي تبططي كده على الخضار، يعني تضغطي عليه علشان تعملي مكان للفرخة وكمان تبقى في وسط الصينية. وحاولي كمان يبقى فيه مسافة كده بين الكيس، ما تربطيه وبين الفرخة علشان الكيس بيتنفخ في الفرن. يعني ما تكتميش كده وتضغطي على آخر الفرخة، لأ خلّي كده على الآخر خالص واربطي الكيس. الكيس بيكون معاه الرباط بتاعه أهو، حلو خالص وبيربط كويس. زي ما أنتِ شايفة أنا ما ضفتش مَيّة على الخضار ولا مَيّة في قاع الصينية ولا أي حاجة خالص، كل حاجة محطوطة ومتضافة قدامكم. خلاص كده هنعمل كام فتحة في الفرن علشان الكيس ما يفرقعش مني، وهدخلها الفرن على درجة حرارة يعني 220، أو لو ما عندكيش درجات يبقى فرن سخن. هتنزلي كمان الرف لتحت، يعني تحطيه فوق قاع الفرن على الحمالات اللي هي أول حمالات في الفرن من تحت، علشان الكيس بيتنفخ وما يمسكش معاكي في سقف الفرن لو انتي البوتاجاز بتاعك صغير. خلاص كده هنسيبها في الفرن من ساعة وربع لساعة ونص حسب حجم الفرخة. لما بتكون الفرخة حجمها كبير بتاخد سوا أكتر. وبعد ما تستوي هنشوفها مع بعض. زي ما انتوا شايفين باين عليها استوت، بيبان شكلها من جوه الكيس. طبعا لازم تسيبيها شوية لما الحرارة تهدى شوية علشان بيطلع بخار من الكيس، ناخد بالنا علشان ما نتلسعش. زي ما انتوا شايفين شكلها بيتكلم عن نفسها، والخضار كمان بيكون مستوي ودايب وكله كده شارب من بعضه وطعمه روعة. هحاول اطلع لكم الفرخة في طبق التقديم كده اهي.
حلوة خالص في العزايم لما يكون عندك كام واحدة كده وتحطيهم على السفرة. شايفين عاملة ازاي؟ اللحمة بتاعتها مستوية وزي الفل. أتمنى الفيديو يعجبكم وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.